هو ايه بالظبط اللي بيحصل في المانيا؟ تخيل معايا ان انت تصحى في يوم تلاقي المانيا كلها بتتكلم عن الانتخابات، مش بتتكلم بس عن الانتخابات انها تحصل في ميعادها الطبيعي، لا، الانتخابات هتحصل بدري عن ميعادها الطبيعي. ايه القصة وايه الحكاية وليه الالمان قرروا يصوتوا بدري على الحكومة؟ خلينا نفهم مع بعض القصة. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نفهم الأول ألمانيا بتتحكم إزاي. ألمانيا دولة برلمانية وبتتحكم بالبرلمان، واللي بيحكمها المستشار ده زي رئيس الوزراء عندنا. الأحزاب بتتنافس في الانتخابات وبعد كده اللي بتفوز بتشكل الحكومة في البرلمان. البرلمان في ألمانيا اسمه البوندستاغ، وهو اللي بيقرر مين هيبقى المستشار أو رئيس الوزراء اللي بيحكم أو بيمثل الحكومة بعد كده. ومن هنا بدأت القصة. الحكومة الحالية فقدت دعم البرلمان عشان كان في أزمة سياسية كبيرة، وده بسبب مشاكل في التحالفات. حزب من الأحزاب الكبيرة خرج من الحكومة، فأصبحت الحكومة ضعيفة وما بتقدرش تمرر قوانين في البرلمان، وعشان كده ممكن البرلمان يقرر فقد الثقة أو سحب الثقة من الحكومة، وساعتها بيبقى المستشار قدامه حل من الاتنين، يا إما بينادي بانتخابات بدري أو بيقدم استقالته. الحالة دي المستشار شولتز قرر إن هو يخلي الانتخابات بدري. طيب من الآخر ليه ده مهم بالنسبة لنا؟ أو ليه الانتخابات الألمانية مهمة بالنسبة لنا؟ معروف إن ألمانيا من أكبر اقتصادات العالم، وده بيأثر على كل الدول اللي حواليها، وده برضو شاملة الدول العربية ومصر. السياسات الألمانية دايما بتأثر على اللاجئين، على الاقتصاد وعلى الطاقة، وده هيأثر بالتبعية على الدول العربية ومنهم مصر. كمان ده ما ينسناش ان حزب البديل، الحزب اليميني المتطرف، داخل بقوة في الانتخابات دي، والارقام بتنبئ انه ممكن في السنين الجاية ياخد مقاعد كتير جدا في البرلمان، وممكن كمان يحكم الدولة. وده بالتبعية هيأثر على كل اللاجئين وبرضه كل المغتربين اللي شغالين في ألمانيا. مش بس كده، هيأثر على السياسات الخارجية الألمانية مع الدول المحيطة ليها. الارقام الحاليه بتقول او التنبؤات ان حزب السي دي يو او الاتحاد المسيحي هو اللي هيكسب الانتخابات دي برئاسه فريدريخ ميرتس. بس في معارضه لده برضه، لان فريدريخ ميرتس كسر حاجز الثقه او الحاجز الناري زي ما بيسموه، وتعامل مع الحزب اليميني او حزب البديل AfD، ودي حاجه الجمهور الالماني او الشعب الالماني مش معتاد عليها ومش عايزها. ناس كتير جدا في ألمانيا بتنادي إن اللي بيحصل الأيام دي وصعود الحزب اليميني أو الحزب البديل AfD بيفكرهم بأيام الثلاثينات، لما الحزب النازي كان بيصعد للقوة أو لقيادة الدولة الألمانية، واللي بعد كده أدى للحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا فيها. في الآخر الشعب الألماني هيقرر مصير السياسات الألمانية، بس ده برضو بالتبعية هيأثر على المهاجرين أو المغتربين في ألمانيا، السياسات الاقتصادية والخارجية لألمانيا. وده بيوريك قد إيه الانتخابات ممكن تغير مصير دول. بس كده، وانتم ايه رأيكم؟ هل ممكن الانتخابات في ألمانيا تأثر عليكم أو على الدول بتاعتكم؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. شكرا لمتابعتكم، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.